في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو، أفاد مكتب الصرف أيضا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومجموعة من القطاعات الحيوية قد عرفت ارتفاعا خلال سنة 2023 مقارنة بالسنة الماضية. تفاصيل أوفى في تقرير إشراق عطاف. أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 55 مليار و3 ملايين درهم عندما تم يونيو 2023 مقابل 48 مليار و57 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وأوضح المكتب في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو أن هذه التحويلات أظهرت بذلك ارتفاعا بنسبة 13.9% أي زائد 6 ملايير و75 مليون درهم مقارنة بشهر يونيو 2022. ومن جهة أخرى ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات من 24 مليار و84 مليون درهم إلى 62 مليار و5 ملايين درهم، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الصادرات من زائد 36.3% إلى 121 مليار و85 مليون درهم، وهو مستوى فاق ارتفاع الواردات أي بزائد 14.7% إلى 59 مليار و35 مليون درهم. وبناء على التقرير الشهري لمكتب الصرف فقد عرفت باقي المجالات نموا ملحوظا، حيث أكد المصدر ذاته أنه في متم يونيو الماضي عرف قطاع السياحة تعافيا من مخلفات الجائحة، فقد وصلت في الستة الأشهر الأولى من العام الحالي إلى 47 مليار و85 مليون درهم، فيما استقرت مبيعات قطاع السيارات عند حوالي 70 مليار و97 مليون درهم عندما تم يونيو 2023 بارتفاع نسبته 34.3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.